اهلا بيكم معايا على قناتي كلمتين مش وبس. وزي الايام دي انا اطلقت قناتي، كان تقريبا 7 ابريل. انا للاسف ما اشتغلتش فيها طول السنة، انا بس اشتغلت 10 ايام وبعد كده جت وفاة بابا. برضو ذكرى الايام دي الله يرحمه. وبعد كده استأنفت نشاطي تاني من فبراير اللي فات، فأنا تقريبا يعني كملت شهرين وعشرين يوم. لكن في عمر الزمن أنا دلوقتي زي الأيام دي عملت سنة. آم، باجي اقيم التجربة وحابة ان انا اقيمها معاكم. انا عملت 22 فيديو، والفيديو ده هيبقى 23. تقريبا السبسكرايب 175. وده الكلام ليكوا يا جارة. يعني حاولوا ان انتوا تعملوا لي سبورت وتشتركوا في القناة اكتر من كده. وتقريبا عملت مشاهدة 192 ساعة. الحقيقة أنا لما يعني كنت عايزة أعمل القناة السنة اللي فاتت، كان الغرض منها إن أنا أكون حد مشهور وفي نفس الوقت يبقى في ربح مادي. لكن بعد وفاة بابا الصراحة أهدافي اتغيرت تماما. ولما أطلقتها تاني أو استكملتها في فبراير ده، كان لأني عايزة يعني أشغل نفسي بحاجة أقدر أعبر براحتي من خلال الكلام بدل البوستات، لأن أنا كان بقالي فترة كمان يعني منقطع عن الفيسبوك. يعني جات لي زهقة منه الصراحة، بس يعني فقلت خلاص أنا ممكن أنفذ بالكلام وفي نفس الوقت يعني الموضوعات لا تنتهي. يعني انا بستمد دايما موضوعاتي من الحياة، كل يوم بيحصل فيه حاجة. وانا الصراحة ما بخططش، يعني انا بعمل الفيديو ببقى خلاص هو كده الفيديو اتعملته. في دماغي في افكار كتيرة، لكن دايما انا عايزة اربط الفكرة اللي انا عايزة اقولها بموضوع، بقصة، يعني بحاجة يومية او في حياتي اليومية او في حياتكم انتوا اليومية يعني. أم، القناة أساسا يعني بتعبر عن أحاسيس. أنا من برج الحوت، وبرج الحوت ده دايما يقول لك أنا حاسس، أنا شاعر، أنا ف... فأنا بعرف أحس كويس إلى حد ما، مشاعري أنا على الأقل يعني. فبحب إن أنا أوثق المشاعر دي في ظروف معينة أو في situations معينة، بحيث إن ممكن حد تاني مش قادر إن هو يعني يقفش أحاسيسه في الظرف المشابه للظرف بتاعي. انا طبعا ما بقولش ان انا اساسا صح او غلط، لان انا بوصف احاسيس اكتر منها احكام. فما فيش صح وغلط في الاحاسيس دي. القناة يعني أنا ما تخليتش عن حلمي إن أنا أبقى مشهورة أو الربح المادي، بس أنا الصراحة لقيت إن العملية دي لا، محتاجة جهد أكبر ومحتاجة وقت أكبر. وأنا حاليا ما عنديش، يعني أنا تقريبا بصدر فيديو كل أسبوع أو فيديوهين كل أسبوع، وده بالنسبة لي حاجة كويسة جدا. ويعني أنا يعني مرتاحة للأداء ده عشان أعرف أكمل بنفس الوتيرة. وفي نفس الوقت أنا دلوقتي بعتبر الفيديوهات دي كأنها هوبي. يعني أنا دايما لما باخد الحاجة إن هي هواية، فما بيبقاش إلزام عليا، مش عايزة أخليها يعني قصة شغل. لأن أنا دايما الشغل بيبقى تقيل على قلبي، دايما أي مسؤولية انا قد المسؤوليه، بس دايما اي مسؤوليه بالنسبه لي بتبقى تقيله على قلبي. فانا واخداه ان هو هوبي، واخداه ان انا بدل ما بكتب بوست يعني هقول افكاري هنا هو على القناه. ومن ذاك المنطلق يعني انا مكمله في القناه، لان كتير لما كنت اساسا يعني قاعده ابص كده اقول ما هو الفيديو ده يعني حد يعني محتاجه، يعني هو الفيديو ده يعني هيفرق مع حد. العقل دايما عايز دايما يحبطك، وعايز دايما يصور لك اللي انت بتعمله ده قليل، ودي من ألاعيب العقل. وسبحان الله كنت انزل مثلا فيديو او كده هو، وحد يكتب لي ان هو فيديو حلو او هو استفاد منه حاجة. وعندي الصراحة مجموعة من اصحابي ربنا يخليهم ليا، بيعملوا سبورت قوي وبيقولوا لي رأيهم، الفيدباك بتاعهم على كل فيديو تقريبا على قد وقتهم يعني ما بيسمح.
لكن الحمد لله يعني في فيدباك مش بطال. وزي ما قلت هي موضوع كله ان انا واخداه هوبي علشان روحي ترتاح واعرف يعني استريح في القصة دي. احنا تقريبا خلاص يعني اخر رمضان وبكرة العيد، كل سنة وانتم طيبين. وانا السنة دي صراحة حاولت ان انا الاحق روح رمضان، ما قدرتش، ما عرفتش يعني. وما قدرتش، هو طبعا بقاله فترة رمضان يعني الروح بتاعته مختلفة تماما، وكل سنة يعني احنا بنحاول وبنمثل ان احنا يعني بنلحق حاجة من روح رمضان. بس الصراحة السنة دي لا، ما كانش فيه أي حاجة خالص من روح رمضان القديمة بتاعتنا، وده شوية كان عامل لي سنة إحباط. لأن الروح دي كانت حاجة عظيمة جدا، ومش لاقياها، لا لاقياها عندي ولا لاقياها في الناس اللي حواليا يعني. رحت فطرت كم مرة برا وكده، هو الناس لطيفة وظريفة وبيحاولوا الصراحة، لكن في حاجة الكل مفتقدها ومش قادر يعبر عنها بالكلام. في جو راح، في زمن راح، واحنا بنحاول نلحقه بس مش عارفين. واللي موجود دلوقتي مش عاجبنا يعني، مفهوش، ملوش طعم اساسا يعني، المذاق بتاعه مش قد كده هو. و وما عندناش افكار جديدة. طب احنا نعمل ايه علشان نحيي رمضان، او مش نحيي، نعمل رمضان بتاعنا احنا يعني. انا السنه دي الحمد لله ربنا وفقني ان انا عملت مديتيشن قوي جدا يعني، والتزمت بيه تقريبا كل يوم، وده كان من اقوى الحاجات اللي انا السنه دي فرحانه بيها مع نفسي. حاولت اصوم عن الكلام بس يعني ما نفعش قوي، بس يعني طبعا كده كده بيبقى اقل من من الايام العاديه، كده كده الناس بتبقى تعبانه اوريدي. هحاول اعمل طقوس في رمضان، في العيد اللي هو بكره. يعني كنت عايزه اعمل رقاق، فرحت للبان اللي جنبي كان بيبيعه، فبقول له عندك رقاق؟ قال لي لا خلص. فقال لي روحي اسالي في الفرن اللي قدامنا. سالت في الفرن قال لي لا احنا بنعمل دلوقتي كحك وبسكوت. فروحت كده البيت وانا محبطه، لان انا عندي شوربه دسمه فعايزه اعملها رقاق. حتى هعمله رقاق من غير لحمه مفرومه كده، مجرد زي فطير كده هو. فافتكرت امي الله يرحمها كانت بتعمل الرقاق وبتعمل الحاجات دي، رحت مشملله كده. هو سهل جدا، بس هو محتاج شويه وقت يعني، خد وقت، لكن هو سهل جدا جدا. وامبارح الصراحه من طقوس العيد ان انا نظفت البيت، و عايزه بقى مره اعمل لكم جوله في البيت هنا اهو، تشوفوا اماكن التصوير اللي انا بختارها. انا كان عليا عايزه اصور من تحت البطانيه دايما او في السرير يعني، كسلانه انا، لكن انا بحاول ان انا انوع على قد ما اقدر. وفي مره هعمل لكم جوله في البيت بتاعي، هتبقى من ضمن الفيديوهات بتاعتي القادمه ان شاء الله. فحاولت امبارح انضف انا الشقه، وعملت مقدار صغير من الكحك، عمل لي 30 كحكه بالعدد. لسه ما دقتوش لان هو دايما بيبقى حلو تاني يوم، فالنهارده هدوقه في الفيديوهات القادمه، هقول لكم اخباره ايه. بس هو اكيد ان شاء الله هيطلع حلو، معمول بسمنه بلدي يعني، فلازم هيطلع حلو ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم يا رب الأيام بخير. وحاولوا تخترعوا بقى طقوس جديدة، لأن الطقوس القديمة تقريبا فلتت مننا يعني. هو ده الكونكلوجن اللي انا توصلت له. حاولوا تعملوا انتوا حاجات جديدة بقى كده تفرحكم. انا بالليل هشغل يا ليلة العيد انستينا. رغم ان هي من الطقوس القديمة بس انا بحبها قوي. بتفكرني بأيام زمان، أيام ما كنا بنشغلها وإحنا بننظف الشقة مع ماما الله يرحمها. وهاكل كحك الصبحية، ويعني الدنيا إن شاء الله هتبقى لطيفة. والعيد ده جاي الصراحة إن أنا عايزة أرتاح، لأن رمضان كان فيه لحد ما يعني زحمة شوية. فحاسه ان انا عايزه ابقى ريلاكس كده هو. وكمان عايزه اغير الصيفي والشتوي الصراحه. تبقى فرصه ان الاجازه والواحد يعمل فيها كل الحاجات اللي هو ما كانش بيقدر يعملها في الايام اللي فاتت، ويشغل نفسه بحاجه حلوه.
وأنا بتمنى لكم تعدوا عيد لطيف وظريف، واحكوا لي انتوا بتعملوا ايه في العيد، جايز اقتبس فكرة منكم. وكل سنة وانتوا طيبين، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.